عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين، عاملين ايه؟ بالنسبة للملوخية انا هقولك على الطريقة اللي انا معتمداها من زمان. بتطلع معايا الملوخية خضرة وجميلة جدا. هتشوفوها دلوقتي معايا. تمام كده. هنا انا معايا الشوربة بتاعت الملوخية بتغلي. يعني انت بتحطي الشوربة سنة اولى طبخ اهي. الشوربة بتاعت الملوخية على حسب الملوخية اللي انت هتعمليها. يعني مثلا الشوربه تقللي فيها شويه، علشان لو الشوربه يعني بقت كتيره الملوخيه هتبقى معاكي ايه، خفيفه خالص وصيصه. تمام. اول حاجه الشوربه بتاعت الملوخيه ايه، بتغلي. حطيت هنا ايه، بتاع دوت، اللهم صل على سيدنا محمد. قلب مرقه دجاج. لازم تحطي مرقه الدجاج على الملوخيه عشان هي اللي بتديها طعم الصراحه. ولو دسمه تبقى احلى، لو مش دسمه ممكن تنزلي عليها بحته معلقه، يعني معلقه سمنه بلدي كده، نص معلقه، هتبقى جميله جدا. هي بصي هي بدات تغلي اهي. هنزل عليها بايه، بحته تومه. حته تومه انا مفرزاه اهي كده زي ما انتم شايفين. بعد ما تغلي هنزل عليها بالمكون اللي هي يعني بص هتبقى معاكي خضره لاخر طبق. حاجه بسيطه جدا، حاجه بسيطه جدا. كربونات. شايفين الملوخيه دلوقتي، الشوربه دلوقتي غليت اهي، هتنزلي عليها. بص عملت ايه، فوران. هتقومي طافيه عليها النار وننزل بالايه، بالملوخيه على طول في الشوربه. تمام كده. ادي الملوخيه اهي. الملوخيه اهي انا بحب اخرطها بالمخرطه. ما بقتنعش باي حاجه، ولا بكبه ولا بخلاط ولا اي حاجه، الا لما تخرطيها بالمخرطه بتديكي ايه، بتديكي جوده احلى يعني. تمام. انت كده نزلت عليها، تفضلي بقى ايه، تفككي بس فيها كده الاول. بعد كده هنولع عليها النار. احنا لسه ايه، طافيين النار. اهم حاجه ان انت تفككيها من بعضها. تمام كده اهي كده، عشان ما اطولش عليكم الايه الفيديو. بصوا كده انا كده ايه، فككتها من بعضها اهو. شغلت عليها الايه، شغلت عليها البوتاجاز اهو. تمام كده تمام اهي. فكت بقى حلوه. بص بقى ال انا شايفاها كده كويسه، يعني مش محتاجه شوربه تاني. قوامها يعني كده كويس. هتغلي بقى، هما غلوتين 3 بالظبط تغلي. اوريك الحركه دي اللي انا هعملها دلوقتي. هي بتغلي اهي اهي. اي ريم من فوق كده المفروض ان هو يتشال، عشان كده اي ريم من فوق بالشكل ده كده. تغلي اهي اهي. ان شاء الله جربوا الطريقه دي بتاعتي باذن الله، هتعجبكم يعني، تعجبكم جدا باذن الله. خلاص كده غليت اهي. مطفين عليها ونحضر التومه بقى. معلقه بقى سمنه بلدي حلوه كده، هي اللي بتديها طعم وبتبقى جميله معاكي جدا. كل اللي هياكل ملوخيه عندك هيقولك انت عاملاها ازاي. ان شاء الله الطريقه بتاعتي تعجبك. مسحت السمنه البلدي تسيح اهي. السمنه اهي ساحت. هننزل بحته تومه اهي. بس التوم كله ما يبقى متفرز يبقى سهل عليكي على طول. فرزيه كده وحطيه في الفريزر. هبقى انزل لكم الطريقه بتاعه التنفيذ باذن الله. سنه اولى طبخ. شايفين اهي. اول ما تخش كده على اللون اللي هو الذهبي هتنزلي عليها بايه، بمعلقه كزبره اهي.
معلقه ايه كزبره. هتاكلي احلى ملوخيه ان شاء الله. يبقى ادعي لي بقى اما تعمليها بالطريقه دي ان شاء الله، ادعي لي. ما تحمريش التومه قوي، ما تخليهاش تحرق يعني، تبقى محروقه كده، اللون الذهبي ده كده، شايفين؟ مرت تمام كده. هتنزلي بقى ايه عليها بالايه، بالملوخيه كده ان شاء الله زي ما بادئ. شايفه؟ تنزلي كده تعملي بقى الحركه دي، هي دي برضك بيديها قوام ولون الاخضر الجميل بتاع المطاعم. انت هتبهري جوزك بالطريقه دي، هتبهريه كده. احلى ملوخيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسونيش في اللايك وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.